تعرف انك ممكن تتفسح في اماكن كتيرة في القاهرة باقل من 100 جنيه؟ انت لسه بتفكر ومش مصدقني؟ تعالى معايا اقولك نروح فين. في حي المنيل بجزيرة الروضة موجود متحف ام كلثوم في قصر المنستيرلي، وقبل دخول المتحف هيستقبلك بوستر كبير بيعرفك على المتحف. ومش معنى اني قلتلك خروجه باقل من 100 جنيه هتفتكر ان المتحف ببلاش، لا لا لا. اول ما تدخل المتحف هتدفع تذكرة ب10 جنيه بس، وابدأ بقى رحلتك في عالم كوكب الشرق. والمتحف متكون من 4 قاعات رئيسية. بنبدأ أول حاجة بفيلم قصير مدته 26 دقيقة يعرفك قصة حياة كوكب الشرق من البداية لحد وفاتها. وبعد ما نخلص الفيلم هتلاقي قاعات تانية موجودة فيها فاترينات، وكل فاترينة فيها حاجة مهمة من حاجات أم كلثوم، زي الفساتين اللي حضرت بيها حفلاتها وأهم المناسبات ليها واللي كانت مبعوثة ليها هدايا، وكمان أحذيتها والشنط بتاعتها موجودة وكأنها لسه جديدة لحد دلوقتي. وكمان هتلاقي اسطوانات وأجهزة التسجيل اللي كانت بتسجل بيها الأغاني بتاعتها وأغاني متعدلة بخط إيديها. ومش بس كده، ده انت كمان هتسمع موسيقى هادية بصوت أم كلثوم شغالة اليوم كله، وهتلاقي صور متعلقة على الحيطة ليها مع الرئيس جمال عبد الناصر، وصور ليها بكل مراحل حياتها. وطبعا مش هننسى نشوف أهم حاجة كانت مشهورة بها كوكب الشرق، وهي النضارات السوداء، قفازات الجلد اللي كانت بتلبسهم دايما. وكمان هتلاقي معاهم جوازات السفر والأجندات الخاصة بيها بخط إيديها والقلم الخاص بيها، ده غير ورق الأغاني بتاعتها وأغلفة الاسطوانات والهدايا اللي كانت بتجيلها، واختباط من الدول والرئيس وصورة أم كلثوم مع والدها. خروجة واحدة ب10 جنيه هتعيشك الزمن الجميل ده وهترجع لك الروح من جديد. لو انت رحت المكان ده قبل كده قول لنا رأيك ايه فيه، واستنى الخروجات الجاية كتير، احنا لسه مخلصناش.